السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. أول حاجة مننساش نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نشترك في القناة، نفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بس عاوز اللي يبيع ليهم الوهم وبيصدقوا أي حاجة، حتى الخرافات للأسف اللي بتتحكى على إنها حكايات بتزرع في عقل العيل الصغير، ولما يكبر شوية بيفضل يرددها، وجيل بيسلمها لجيل عشان نوصل في الآخر للجهل المطلق. والمشكلة إن الجهل بيقولوا عليه إن الجاهل بيقول على المتعلم هو اللي جاهل ومش فاهم حاجة. ومن الحكايات اللي اتشهرت في مصر وخصوصا في الصعيد موضوع النداهة اللي بقى أشبه بفيلم رعب للناس كتير، وأي حد يموت قريب من الترعة يبقى النداهة ندهته، وطول ما العقول بتصدق يبقى خلاص الجرايم هتستمر، واللسان هيندد باسم النداهة. أنا زهقت من الشغل في القرية دي. هو أنا كل يوم هصحى على خبر موت طفل غرقان في الترعة، مش عارفين نجيب لها أمر ردم ولا عارفين نعمل معاها أي حاجة. والله يا باشا أنا مش عارف أقولك إيه، بس هو الشغل في القرية كده، دايما الخدمات عندهم متأخرة والطلبات بتتنفذ بعد سنتين من طلبها. أيوة عندك حق، المفروض يتفهموا إن في أطفال بتموت في الترعة دي. عندك حق برضه يا باشا، إن شاء الله أمر الردم يجي قريب بإذن الله. كنت قاعد بتكلم مع أسامة صاحبي، ولكن في لحظة جالي تليفون بيرن، رديت وكان المتصل الرائد أمين. ألو، أيوة يا باشا، في جريمة قتل حصلت في الغيط اللي جنب الترعة، دكتور عصام سعيد اتقتل. قفلت الاتصال مع الرائد أمين واتحركت فورا أنا وأسامة ومعانا قوة من الاسم على المكان. ولما وصلنا لقينا على الأرض جثة الدكتور عصام، كان مضروب بسكينة في قلبه، وإيده الاتنين ورجليه مربوطين، ما كانش معاه أي متعلقات شخصية، ده غير إن كان لابس لبس النوم. وبعد شوية طلع أمر بتفتيش بيت القتيل اللي هو دكتور عصام. فعلا اتحركنا عشان نفتش بيته، كسرنا الباب ودخلنا، ولكن وقتها اكتشفت الكارثة. أنا دكتور عصام سعيد، دكتور باطنة، عندي 30 سنة ومن القاهرة. كنت عايش حياة مستقرة مع مراتي سحر وابني سامح، ولكن الحياة مش بتدينا كل حاجة. بعد 3 سنين من جوازي اتصابت سحر بمرض خبيث، وللأسف ما كملتش 6 شهور وتوفاها الله. مشيت وسابتني وسابت ليا الأمانة. سامح كنت بحبه أكتر من نفسي، وكنت بشوف سحر في كل تصرف ليه. كنت بحاول إني أعامله كويس وأديله الاهتمام والحب وما خلوش محتاج أي حاجة. حاولت إني ما أكررش التجربة الصعبة اللي أنا عشتها وأنا صغير. أصعب أيام حياتي هي المفروض تكون أيام حياتي الحلوة، اللي هي أيام الطفولة. أنا مش عارف عشت الطفولة الطبيعية دي إزاي، بس كنت دايما شايف خناقات اللي بتدور ما بين بابا وماما، كنت أنا الضحية اللي ما بينهم. عمري ما حسيت بحنية ولا اهتمام، وعمري ما قدرت أحكي لحد فيهم على اللي أنا بحس بيه. شفت أصعب أيام حياتي معاهم، والأصعب من كده لما شفت أمي بتموت على إيد أبويا، مش بالمعنى الحرفي عشان بس محدش يفهمني غلط،
أمي كانت ست مريضة، كانت محتاجة علاج، ورغم إن بابا كان معاه فلوس إلا إنها سابها تموت. ولكن أنا قلبت كل المشاعر السلبية دي لمشاعر إيجابية عشان أقدر أربي ابني بعيد عن أي عقد أو مشاكل. فقت من سرحاني على إيد بتخبط على كتفي، وواحد بيقول لي وصلنا الأقصر يا أستاذ. النهاردة أول يوم شغل ليا في الصعيد، جالي تكاليف بالشغل في محافظة دي، وعرفت إني أنا هبقى دكتور المستوصف هناك. ما كانش عندي أي مشكلة، خصوصا إني كنت عاوز أزور الصعيد من زمان. نزلت من الأتوبيس وأنا شايل سامح على كتفي، وقربت من واحد كان واقف قريب مني، وكان شكله من الصعيد، وده باين على طريقة لبسه، وسألته على اسم القرية اللي أنا هروحها. السلام عليكم يا باشا، أنا عاوز أروح القرية اللي اسمها مكتوب في الورقة دي. عشان تروح القرية دي هتركب مواصلتين، فبدل ما تتعب روح خد تاكسي وريح دماغك. بشكرك جدا يا أستاذ. وقفت على الطريق مستني تاكسي، وفعلا بعد 10 دقايق ركبت مع تاكسي واتحركت على عنوان القرية. أول ما وصلت هناك سألت على المستوصف، وولاد الحلال دلوني عليه، وده كان أول مرة أشوف فيها يونس. السلام عليكم، أنا دكتور عصام سعيد، الدكتور اللي هيمسك المستوصف ده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عارفك إنك جاي وأنا مستنيك أهو. هو حضرتك منين؟ أنا يونس، تقدر تقول عليا المتمرج هنا، وفي خدمتك 24 ساعة. تسلم يا عم يونس، بس معلش ممكن توريني السكن اللي هقعد فيه؟ احنا جايين من سفر وعاوزين نريح شوية. حاضر يا سلام، بس كده. يونس فعلا اتحرك واحنا وراه لحد ما وصلنا البيت من دور واحد. دخلنا البيت كان على قد الحال خالص، بس الحمد لله. انا عايز بس اقعد للنوم وبس. البيت ده كان فيه اوضتين وصالة وحمام ومطبخ. دخلت الأوضة لقيت كل حاجة مترتبة. نزلت سامح على السرير عشان يكمل نومه، وانا خدت دش وخرجت من الحمام وقلت انام شوية ارتاح من الطريق. ولكن في اللحظة دي سمعت صوت صراخ جاي من بره. لبست هدومي بسرعة وخرجت اشوف في ايه. لقيت الناس عمالة تجري ويونس كان معاهم. قفلت البيت كويس وجريت في نفس الاتجاه لحد ما وصلنا قدام ترعة، ولقيت بيخرج من الترعة دي جثة طفل. قربت منه وحاولت اتحسس النبض، ولكن للأسف كان توفاه الله. وقتها بدأت أسمع كلام غريب من الناس اللي كانوا بيقولوا إن الدهة ندهت يا نور عيني، ما كانش يومك يا حبيبي. ايه وما كنتش بصراحة فاهم ايه نداها وايه ما كانش يومك يا حبيبي بس طبعا مش هينفع اسأل في الظروف دي. رجعت على البيت ولقيت يونس جاي ورايا وقال ما تقلقش يا دكتور، الموضوع ده مش اول مرة بيحصل. اللي توفى ده اسمه يوسف ابن الحاج عمران، والست نفيسة معاهم محل خضار هنا، بس للأسف النداهة أخدته منهم. أنا سمعت الكلمة دي بره وما فهمتش يعني إيه النداهة. النداهة دي يا دكتور جنية عايشة في الترعة، بتنادي على الخلق، ليها صوت زي السحر يسحرك لما تسمعه، وشكلها من بعيد زي القمر الليل المكتمل، بس لما تقرب منها القمر ده بيتقلب لغول، مش بتقدر تهرب.
منها عشان بتشدك معاها تحت المية وبعدها بيلاقوك ميت. ايه الخرافات دي يا عم يونس؟ انا مش مصدق الكلام ده بصراحة. ما انا شفت بنفس انت شفت بنفسك يا دكتور الواد غرقان في الترعة. هو يعني عشان شفت الواد غرقان في الترعة يبقى خلاص الكلام بتاعك ده صح اللي فينا الدهب؟ اهل البلد كلهم مقتنعين انه في نداهة، وبعدين ده مش اول مرة تحصل، حصلت كتير قبل كده بس ما بين فترة والتانية وقت كبير. طيب غير السيرة دي بقى عشان استأذنك، عاوز بقى اجيب شوية طلبات للبيت اكل وكده يعني. من عينيا يا دكتور، اكتب اللي انت عاوزه في ورقة وانا هجيب لك كل حاجة. مش عاوز اكون بتقل عليك. لا يا دكتور ولا تقل ولا حاجة، انا في خدمتك ومعاك في اي وقت. تسلم يا عم يونس، بارك الله فيك. وفعلا كتبت ليونس اللي انا عاوزه كله في ورقة واديتها له. مش عارف ليه كان عندي فضول ابحث عن موضوع النداهة ده، عشان كده طلعت اللاب بتاعي وفتحته وبحثت في جوجل عن النداهة. طلعلي كلام كتير عنها، وزي ما توقعت هي عبارة عن أسطورة صدقها الناس خصوصا هنا في الصعيد. ومن كتر التعب نمت وانا فاتح الجهاز قدامي. صحيت الصبح على جرس الباب، قمت من مكاني وفتحت الباب لقيت يونس كان جايب الطلبات وجاي يصحيني عشان الشغل. اخدت منه الطلبات وشكرته ودخلت اخد دش وفطرت انا وسامح، وخدته من ايده ورحنا على المستوصف. طبعا معروف عن القرية ان الدنيا بتبقى هادية شوية في الشغل، وعشان كده قعدت معظم اليوم من غير شغل. قعدت على التليفون وعمال اتصفح كده عليه لحد ما باب المكتب خبط دخلت منه ست ومعاها طفل عنده تقريبا 8 سنين، وعرفت ان الولد بطنه بتوجعه. كشفت عليه واديته علاج، ولاحظت ان الولد متعلق جدا بامه. فسألتها هو اسمه ايه؟ اسمه كريم. عاشت الاسامي يا ام كريم، ربنا يحفظهولك ان شاء الله يا رب. الست خدت ابنها ومشيت، واليوم خلص ورجعنا على البيت انا وسامح. اخدت دش طبعا وتعشينا ونمنا تاني. وتاني يوم الصبح صحيت على نفس صوت الصرخة. جريت خرجت من البيت ولقيت الناس برضو رايحة ناحية الترعة. قربت من الترعة زي الناس واتصدمت عشان الطفل اللي كان غرقان هو كريم، اللي كان عندي في العيادة امبارح، هو ووالدته اللي كانت قاعدة على الأرض وعمالة تصوت. مش عارف ازاي ده حصل. كان في مليون سؤال في دماغي، وحاسس اني مصدع. ومشيت رجعت على البيت من تاني. قفلت مذكرات دكتور عصام سعيد اللي كانت آخر ذكراه، وقلت هكمل بعدين. ولكن وانا بدور في الورق اللي قدامي لقيت صورة كنت مستغرب فيها الدكتور عصام، بس لما دورت اكتر كانت الصدمة. سلام.